في فيديو النهارده هنقدم واحدة من أسهل وألذ وصفات الفطار أو العشاء. توست كده محشي بالجبن دايب جوه البسطرمة، ميكس غني بالنكهات جاهز في دقايق، مثالي لبداية يوم كله طاقة، وكمان طعم في حتة تانية خالص. يلا بينا نشوف الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعموني باللايك والاشتراك. معايا كده كام قطعة من الزبدة، معايا كام قطعة من التوست ممكن طبعا تعملوه او تشتروه جاهز، انا طبعا منزلت طريقته قبل كده. ومعايا ميكس من الجبن كده زي ما انتم شايفين. بجيب كل الكلام ده بقى واروح بيه على البوتاجاز، بحضر الطاسة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وببتدي اسخن قطعة الزبدة. عايزة اقولك ان ولادك هيدمنوه فعلا بجد، طعمه في حتة تانية. عبارة كده عن طبقة مقرمشة من التوست من بره وميكس الجبن دايب دوب كده من جوه، بجد عايزه اقول لك منقول في حته تانية خالص. زي ما انتم شايفين بقى كده، عملنا حته الزبده بتاعتنا، حاطين عليها هنا جزء من الشيدر الاحمر وجزء من الشيدر طبعا اللي بتاعتنا المستورده. الشيدر المصري يا جماعه بجد مش حلو جدا، عباره عن صابون بس، لكن ما يستخدمش. طبعا حطيت هنا زي ما انتم شايفين الميكس بقى ده بتاعك انتي. تعملي مثلا بيض بالبسطرمه وتحطيه في النص، تحطي طبقه من الجبن. طبعا اي حاجه طبعا بيبقى حسب امكانياتك انت، لكن عايزه اقول لك ان لما بيتعمل كده في البيت بالطريقه دي ولادك هيأدمنوه فعلا. زي ما انتم شايفين طبعا بيبقى موجود فعلا. اللي خلاني عملت الوصفه دي انا شفته في منيو بره موجود، بس طبعا كان سعره غالي جدا. بس بجد قلت الوصفه فعلا لازم نعملها، ونعملها لاولادنا من بره بدل ما يشتروها. زي ما انتم شايفين كده ولادنا دايما بيحبوا اكل الشارع، بس قلنا بدل ما نعملها، بدل ما يشتروها من بره، نعملها احنا، نعملها لهم جوه البيت بطريقه حلوه وكمان انضف بكتير كده زي ما انتم شايفين. طبعا طعمها في الاخر منقول في حتة تانية، وبجد لما عملتها فعلا عجب ناس كتير جدا جدا، وفعلا انبهروا بطعمها، ووفر عليهم كتير من الاكل الجاهز اللي كان بيتجاب من الشارع. عايزه اقول لك فعلا ولادك هيأدمنوها لان طعمها منقول في حتة تانية خالص. زي ما انتم بقى شايفين، بعد ما عملنا ميكس الجبن كده مع الروز بيف والجبنة الرومي والجبنة الشيدر، طبعا لما تدوقي في الاخر هتحسي ان الطعم فعلا حاجة تانية خالص عن الشارع. طبعا هنا نحاول يا جماعة ان احنا نخلي التوست بتاعنا يتحمر زي ما انتم شايفين، بس ما يتحرقش. نوطي البوتاجاز وفي نفس الوقت نشربه الزبدة اللي احنا بنشتغل بيها كده زي ما انتم شايفين، او حاطينها في المقلاية عشان طعمه يبقى حلو. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما حطينا الجبنة الشيدر هنحط طبعا ميكس كده من البسطرمة، وطبعا معاها جزء طبعا برضو من الجبنة الرومي. طبعا بتبقى كده حاجة دايبة دوب. طبعا زي ما انا قلت لك في بدايه الفيديو، طبعا ده بتاعك انت ميكس الجبن. طبعا انا عارفه طبعا الجبن طبعا بتبقى غاليه بره، بس مش هيبقى اغلى من ان احنا ولادنا يشتروه من الشارع.